بل بل وانا شغل وقت بل والله يصير في الجو يسود في البر تماسيح تبقى تحت بحر بل دنيا زين وزي النعيمكي. هذا ما شغل هذا. هذا الاعترافات طبيعي جدا جدا لجنجويد، اعترافات مباشر بل وجخم من الجيش السوداني بمقابل الجنجويد. جنجويد هو زول بسيط، بيعتبروا المئة دي عبارة عن الحاجات اللي بيشيلوا من جيب الزول والقلع من بيت زول، بيشوفوا طبيعي جدا. وهذا يؤكد لك أنه فرق بين الجيش نظامي مدرب كلية الحربية، وبين الجيش جاي بس لا منه بواسطة الاسم والمرتب، بيجي بدخل وهدفه معين. ده طبعا يتأكد لك 100%. والاعترافات جنجويد ده طبعا شيء طبيعي جدا لكل انسان في الارض الواقع. هو يعرف طبيعي انه جخم العيامات ده وين تبدا، من وين تبدا، من فاو، من قرى والضواحي بتاع الجزيره كلها، ولا تبدا بهناك بابا نوسه فاشر ولا ام درمان، ولا تمشي بهناك بحري خرطوم، جخم في كل الحتات. هذا النسر يشمل لكل شعب السوداني، بشريات للشعب السوداني، إثباتات وخطط أنه ده يؤكد لك أنك جيشك وطني منظم بمقابل اسمه شيء اسمه السودان. بصراحة يعني وبحقيقة كمان نستغرب من بعض الناس حتى الآن قبل ما الأحداث ينتهي وقبل ما شغله ينتهي يتنظف، بيتكلموا بوجهة النظر عن تمييز الأماكن منطقة مع المنطقة، دارفور مع دارفور. هذا هو هسي الآن بيقول نقطع البحر في تماسي، يعني ما في طريقة تقطع البحر تمشي وين؟ جنجويدي تاني لأنه ما كان في خرطوم ولا في الجزيرة ولا في دارفور ولا في الدي ان هناك ولا في نيالا ولا في جنينة ولا في أي مكان، ما عنده مكان. ده براي بتاع كل شعب السوداني. واي زول بفكر وبقد عقليه بتاع النظر انه جنجويدي ما يكون في السودان، ده طبعا البلد بمشي قدام، الضمير نظيف، قلب نظيف بصراحه، يعني كل بدون مجامله. دي بطريقه السودان الجديد باذن الله تعالى سيكون اجمل بلد، لانه الناس كله اعترفوا بكم والناس كله نظروا بكم، الشعب السوداني خاصه وقف مع جيشه، والكل الناس إذا كان في دارفور، إذا كان في جبال النوبة، إذا كان في شمالية، إذا كان في الوسط، كل الناس وقفوا وقفا سوا. عشان كده ناس ما يميز. شايف قبل ما الشغله ينتهي بالواضح كده نحن كسودانيين في حاجه كده ناس بنزلوا خليهم يمشوا دارفور. ليش يمشوا دارفور؟ يمشوا يقعدوا في دارفور. ليه يقعدوا في دارفور؟ دارفور برضو فيه ناس، في ناس اتربوا هناك، اتولدوا هناك وقايدين من ما ربنا جابهم هناك. عشان كده انت هسه طبيعه النظره اللي انت نظرتها الشعب السوداني، حاجات اللي انت شاهدته في الفتره البسيطه في 10 شهور في خرطوم، في جزيره، في اي مكان انت شفته في الميديا، اي مكان انت شفته، ده طبيعه الحال انه زول يقعد مع زول او يقعدوا في السودان انت في مكانك تعيش مرتاح وخلاص حررنا ونظفنا. لا طبعا، الف لا. عشان كده الناس كلها يتكاتف بدون تمييز، بدون نظره الى المكان او بقعه جغرافيه محدد. إذا كان الحالة زي ده فيه أهلا وسهلا، سودان سيكون أجمل بلد لأن دروس كلها شاهدناه وكلها فهمناه بطريقة واضحة جدا بدون أي تقصير، بدون أي عدم الفهم. عشان كده في الميديا وفي ناس ما تقول لي ديل قحاطة ولا ديل ناس المسللين ولا شنو، لا دي طبعا ناس دائمين للجيش وقلوبهم على الوطن، لكن لا زالوا في بقايا بتاع تمييز بقعة جغرافية والاتجاهات. كلام ده يا جماعة يا شعب السوداني الرسالة ده يصل لأي زول، الناس ينظف الضمير عشان البلد تمشي قدام. في حاجة اسمه للسكان انه تكون سوداني اصلي، سوداني اصيل يعني. كيف تميز ده شغل بتاع شرطه، الشرطه هو اللي بيقوم بدوره، ينظف منو البقط ومنو ما سوداني ومنو السوداني، ده طبعا بعد نظافه الوسخ اللي في البلد. عشان كده ناس من هسي الامور هسي ماشي تمام الحمد لله، جوا وبرا بكل تفاصيل، بكل دعوات الشعب السوداني، بكل نصر الأقلية وتفكير بتاع الإنسان السوداني الأصيل، الأمور ماشية طيب. يعني دي دعوات، يعني دعوات شعب بمختلفاتهم، بأي زول بقول إن شاء الله ربنا شنو يبعدنا من الهاجس اسمه جنجويد والإهانة والطعن كده. يلا حسي حاليا الأمور ماشي طيب، الناس كله بخير، بشعر بشيء جميل. يعني كل يوم الجيش مقدم النظافة بدأت ودي حاجة جميل جدا. لكن نتمنى من كل شعب السوداني صغير وكبير بتفكير عقلي
أن البلد ده حقنا كلنا، يلمنا يشملنا كل أطياف الشعب السوداني على مختلف بقعات الجغرافية، الأماكن، بعيد قريب، شمال غرب جنوب، نكون كلنا سوا عشان البلد سيكون أفضل بلد. نقوم نرتب الحاجات دي، خط النقاط تحت الحروف في أماكنه المناسب، هكذا سنمشي بطريق مستقيم ولا يحصل لنا مثل هذه الكارثة مرة أخرى. تحياتي لمن له هم أو ضمير للوطن.